اهلا بيكم على قناة البورصات. النهاردة انا عامل فيديو تحليل للناسداك على الاسبوع اللي احنا فيه ده. النهاردة بتاريخ 20/8. بعمل الفيديو بقعد فيه كأني قاعد بحلل لنفسي بالظبط، علشان تعرف ازاي الواحد بيابروتش الشارت، ازاي يبص على الويكلي، ازاي يبص على الديلي، يبص على الهاي تايم فريم، يحط الكي ليفلز اللي يستناها. انا شايف ان فيديوهات التحليل دي فيديوهات مهمة جدا، علشان انت بتستفيد منها ازاي التكنيكال اناليسز والفاندمنتال اناليسز بتوعك يبقوا على طول في حالة تطور. فاللي متعود على الفيديوهات عارف ان دايما انا بفتح بداية الاسبوع بقعد ابص على الشارت وبقعد ابص ايه الكي ليفلز، البرايس عايز يروح فين، ومن بعدها ببتدي احط الكي ليفلز دي على الشارت بتاعي واستنى الايام اللي يبقى فيها اخبار وابتدي اشوف البرايس هيعمل ايه عندها. طيب هو ده مهم في ايه؟ مهم نمرة واحد ان انت يبقى عندك نظرة شاملة عامة كده للترند بتاع الاسبوع او بالترند بتاع الاسابيع اللي فاتت، فتبقى عارف ان الماركت عايز يروح فين. اتنين، بتحط الكي ليفلز اللي انت متوقع ان البرايس ممكن يروح عندها، وممكن يا اما يكمل يا اما يعمل ريفيرس زي الفير فاليو جابس، فوليوم امبالانس، والكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. تالت حاجة، رؤيتك انت للماركت والاناليسيس بتاعك بيفضل مكمل الاسبوع كله، على زي ما قلت لكم في اسابيع وفي ايام معينه في الاسابيع دي انت بتخش فيها بتبقى عارف انت عايز تخش، مستني تشوف حاجات معينه او السيت اب بتاعك معين، بحيث ان انت تخش تريده تبقى ربحانه وفيها تعرف تعمل منها فلوس. انا فاتح دلوقتي الناسداك قدامك اهو. الناسداك ده على الوان ويك، ده الشارت الاسبوعي او الشارت بتاع الناسداك الاسبوعي. زي ما انتم شايفين انا حاطط بس تو كي ليفلز اللي هم ايه، السيل سايد ليكويديتي، الناس اللي حاطه الستوب لوز بتاعها هنا، والباي سايد ليكويديتي، الناس اللي حاطه الستوب لوز بتاعها هنا. اهم حاجه انك تخلي الامور بسيطه على قد ما تقدر، كل ما كانت الامور بسيطه كل ما هتلاقي ان التحليل بتاعك بسيط، وانت الكي ليفلز اللي هتحطها تبقى بسيطه. طيب خلونا نشوف الناسداك عايز يعمل ايه في الاسبوع ده. زي ما انتم شايفين الاسبوع اللي فات او اللي قبل اللي فات كمان البرايس نزل، يا دوبك عمل يعني هقدر اقول عليها ريلاتيفلي ايكوال لو، يعني ايكوال لو هنا. بعد كده راح رد ادي الاسبوع اللي فات كان فيري بولش، طلع بطريقه غشيمه جدا. وادي النهارده بدايه الاسبوع اللي احنا فيه اهو، النهارده يوم الثلاث يعني عدى بس يوم الاثنين، والبرايس رايح برضو ستيل في الاتجاه الصعود. طيب هو لو البرايس عايز يروح اول حاجه بس قبل ما ابتدي احط اي حاجه عايز اوريكم التريدنج رينج اللي احنا بنتكلم فيه، الديلينج رينج بتاعنا. الرينج ده احنا بنتكلم في الرينج ده كله، اللي هو ايه الرينج ده من هنا من اللو دي للهاي دي. طيب الرينج ده هيفيدنا في ايه؟ الرينج ده يورينا البريميوم والديسكاونت اريا وخط الايكوليبريم. انا عملت يعني فيديو مخصوص للموضوع ده، وهعيدها تاني علشان الحته دي مهمه جدا للناس تفهمها. تمام. دي الايكوليبريم، دي هنا البريميوم اريا، وهنا دي الديسكاونت اريا. تمام. دايما البرايس دايما كده خدها قاعده، البرايس بيحب يمشي من الديسكاونت اريا للبريميوم اريا، ومن البريميوم اريا للديسكاونت اريا. ده حال سعر السوق عامه يعني. تمام. فدي اول نقطه في التحليل بتاعي على الويكلي. طيب لو انا واخد سيناريو الشراء، لو انا عايز اشتري الناسداك كنت طبعا زي ما قلت لكم تشتروا من الديسكاونت اريا الحته دي. وانس ان هو طلع في البريميوم اريا انت هولد ما تعملش اي حاجه. احنا لو هناخد سيناريو البيع هناخده من فوق، يعني هناخد من الفير فاليو جاب دي الفير فاليو جاب اللي انت تبقى عينك عليها على الويكلي، وحتى ممكن كمان على الديلي. ليه هنا في فير فاليو جاب على الويكلي؟ واعتقد ان البرايس هيحترمها، انا حاططها اهو. ده كي ليفل مهم جدا على الويكلي. ليه الكي ليفل ده مهم جدا؟ لان الفير فاليو جاب دي هتوريني اذا كان البرايس هيحترمها ويبتدي يرد من عندها وينزل، ولا هيكسرها ويبتدي اكيوميليت هنا، وبعد كده اعرف ان احنا لسه في اتجاه صعود في الاسابيع اللي جايه. خلينا نشيل دي الاول. تمام. فده بالنسبه للتحليل المبدئي للويكلي. يبقى انت حطيت اول كي ليفلز اللي هو الباي سايد وادي السيل سايد، مهم انك تحطهم، تشوف الاكويليبريم فين، تشوف انهي رينج اللي انت فيه. مهم انك تشوف الكي ليفل الفير فاليو جاب دي على الويكلي، لان الهاي تايم فريم هو المور افكتيف، هو ده البرايس بيحترمه. هننزل على الوان داي ونشوف المنظر عامل ازاي على الشارت بتاع الوان داي. زي ما انتم شايفين كده البرايس
كسر هنا ماركت ستراكشر، كسر لي هنا الماركت ستراكشر ده هنا، دي كده كسرة ماركت ستراكشر. هظبطها بالظبط عشان الناس تاخد بالها منها. تمام، بس فالid طول ما احنا لسه في الرينج ده، فيعني ايه؟ يعني البرايس لسه مكمل، فده يديني انديكيشن. كسرة الماركت ستراكشر هنا دي تديني انديكيشن ان احنا لسه مكملين، هنطلع فوق شويه تاني. هنطلع شويه شويه فين بقى؟ هنطلع عند الفير فاليو جاب دي، شايفينها هي حتى على الويكلي، ودي هنعمل لها ادجستمنت شويه. هي دي بقت على الديلي هنا، عشان يعني لو عايزين نشوفها بالظبط. شايفين الفير فاليو جاب دي مهمه جدا. فهي دي الفير فاليو جاب اللي انا هستناها في الاسبوع ده، وسبيشالي يوم الخميس والجمعه، لان يوم الخميس والجمعه في اخبار. فانا عايز اراقب الليفل ده. فانا مش هخش اي صفقات، وممكن اخش الصفقات الاسبوع ده خالص لغايه ما اشوف الليفل ده ايه اللي هيحصل فيه. عايز اعرف اذا كان الناسداك هيحترم الفير فاليو جاب دي ويرد من عندها وينزل يهانت هنا السيل سايد ليكويديتي، ولا الناسداك هيكسرها بغشوميه وبعد كده ينزل يريتريس عندها او يعمل اكيوميليشن عندها وبعد كده يكمل طلوع لفوق. عشان كده بقول لك انت لازم تحط الكي ليفل بتاعتك وتشوف البرايس عايز يعمل ايه. تمام، زي ما انتم شايفين هنا. هننزل بس شويه ديتيلز كده نخلي بالنا منها في الفتره اللي جايه، لان في حاجات هنا لازم نخلي بالنا منها على الديلي. دي كسره الماركت ستراكشر خلاص انا هشيلها، او هحط لكم بس هنا دي فوليوم امبالانس. مهمه جدا انك تاخد بالك من الفوليوم امبالانس، ساعات البرايس بيحب يرد منها زي ما انتم شايفين. ده فوليوم امبالانس. ايه الفوليوم امبالانس؟ هي الجاب ما بين اي شمعتين. شايف برايس طلع، عمل يا دوبك وكايه. شايفين؟ شايفينها بقى لما وممكن يروح قالب ونازل من هنا. قالب ونازل من هنا فين؟ هينزل عندك هنا، ادي اول فير فاليو جاب. ممكن ينزل يريبرايس عندها، ادي واحد. هنشوف برضو الكي ليفل ده، وادي اتنين. الحته الفير فاليو جاب دي، ودي اقوى على فكره. ليه دي اقوى؟ عشان دي عند الايكوليبيوم. شفت بقى فايده الايكوليبيوم ايه؟ فانت لو لقيت ان في ريفيرس حصل النهارده في يوم الثلاث من عند الفوليوم امبالانس دي، هنشوف الفير فاليو جاب دي الاولانيه على الديلي دي، وبعد كده هننزل نشوف الفير فاليو جاب دي. كل ده كي ليفلز، انت بتراقب تشوف البرايس عايز يعمل ايه. احنا لسه ما عندناش اي سيناريو يعني، بس السيناريو الاوقع ان هو هيبقى عايز يروح للفير فاليو اللي جاب اللي فوق دي. وطبعا زي ما انتم عارفين البرايس ما بيمشيش في اتجاه واحد كده على طول، هينزل يريبرايس في اي حته. تعال ننزل على ال1 اور ونشوف الشكل على ال1 اور مثلا على يوم الثلاث النهارده هيبقى عامل ازاي. حاطين تو كي ليفلز، ادي واحد الفوليوم امبالانس، وادي الفير فاليو جاب اللي على الديلي. فاحنا عايزين نعرف دلوقتي البرايس هل هيحترم الفير فاليو جاب دي. انا شايف ان البرايس طالما طلع كسر الفير فاليو جاب كده قعد ياكيوميليت زي ما انتم شايفين الاكيوميليشن ده، اعتقد ان هو بس هيبقى ممكن يبقى فيه ريتريسمنت صغير هنا وبعد كده يطلع يكمل بولش. ده الاوقع يعني، يكمل الباي سايد سيناريو. شايفين ده سيل سايد سيناريو اهو. كل ده سيل سايد، يطلع يريبرايس في الفير فاليو جاب بعد كده ينزل. نزل بعد كده هنا طلع، عمل هنا برضو ريبرايسنج في الفاليو جاب صغير، بعد كده كسر ماركت ستراكشر وقعد ياكيميليت لفوق لفوق لفوق. بعد كده راح طلع تاني اكيميليت لفوق. شايف؟ امشي مع السيناريو، امشي مع القصه، هتفهم البرايس عايز يعمل ايه. الناس حاطه هنا السيل سايد او حاطه الستوب لوز بتاعتها اتجابت بفير فاليو جاب. يعني شايفين الغشوميه لما يحب يطلع يجيب يعمل فير فاليو جاب بيعملها ازاي. وعندك الليفل اللي احنا مستنيينه فوق هو الليفل ده. طبعا الفوليوم امبالانس دي تدينا انديكيشن شويه ان ممكن البرايس يحب يعمل بس اعاده تسعير عندها. بس هو لغايه دلوقتي عمال ياكوميليت لغايه ما نشوف على يوم الخميس ايه اللي هيحصل في البرايس اكشن. لان لو لقيت البرايس كسر، على فكره يا جماعه عشان تعرف الفير فاليو جاب دي خلاص ملهاش لازمه، لازم يكسر دول يعني، يعني يكسر الحته دي كلها. طالما كسرها او نزل بغشوميه وكسرها وطلع البرايس هنا تاني، تعرف ان احنا دلوقتي في اتجاه النزول. بس دلوقتي احنا لسه في اتجاه صعود. النهارده يوم الثلاث، لسه بدايه اسبوع التريدنج. امبارح ما يعني كان ادى بس الحركه دي. والنهارده اكيوميليشن لغايه ما نشوف نيويورك سيشن هتفتح هتعمل ازاي. وهنستنى نشوف الاربع كمان، لان الاربع بكره برضو في خبر في البي ام سيشن كده اللي هو 10 مينتس اف ام سي ده، ممكن يعمل لنا شويه حركه صغيره لغايه ما يجي يوم الخميس
والجمعه، لان يوم الخميس والجمعه هم اللي فيهم اخبار في الاسبوع ده، وانا بعت ده على التليجرام تشانل بتاعتي. فانا مش هبص على الشارت تاني، انا حطيت الكي ليفلز بتاعتي اهو، وهستنى اشوف يوم الخميس ايه اللي هيحصل، هل هيكسر الفير فاليو جاب دي ولا هيكملت ويطلع. طالما هيطلع للفير فاليو جاب اللي على الويكلي او على الديلي اللي فوق، او هينزل يريبرايس يا اما هنا يا اما هنا، واشوف ده لو ده اتكسر. كده بقى عندك ستوري، عندك ناريتيف، عندك قصه. فلبقى حتى لو دخلت على فكره تريده وجابت الستوب لوز، على الاقل انت بنيت قصتك. ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط، بس انت هتبتدي تتعلم ازاي بعد كده تبقى تبني قصه صح. ده اللي انا بحاول افهمه او ابعته في الفيديوهات دي، انك مش لازم تبقى بيرفكت 100%، مش لازم تقول كل حاجه انا انت بتقولها وبتحللها لازم تحصل، بس انت على الاقل بتتعلم. كل شويه بتطور مهاره انك تشوف ان القصه اللي انت بتقولها دي، هل الفير فاليو جابز تحترمها ولا لا، والكلام ده كله، الكي ليفلز اللي انت حاططها دي كلها ماشيه مع الهاي تايم فريم، ماشيه مع اليوم التريدنج، ماشيه مع يوم في اخبار. هو ده التريدنج يا جماعه، هو ده يخليك بعد كده تبقى اي ليفل. يعني بتخش بعد كده على الشارت عارف انت عايز تعمل ايه، عارف انت مستني ايه، انهي ايام اللي هتخش فيها، انهي ايام اللي هحط فيها التريدات بتاعتي، وانهي ايام مش هخش، انهي اسبوع هخش فيه وانهي اسبوع مش هخش فيه. لان التريدنج هو ماراثون. اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.